هاي يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة قررت ان انا الم معاكم حاجة كده من الكيمياء، علشان الكيمياء الصراحة انا يعتبر ضايعة فيها حبتين 3 10 كده. المهم، بصوا انا هخش في المهم على طول علشان الفيديو وانا بذاكر ممكن يبقى طويل حبتين. بس طبعا قبل ما نبدأ متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني، ويلا بينا اقول لكم هعمل ايه. انا عندي امتحان في الدرس اللي انا بروحه، تمام؟ فعندي امتحان على الفصل او الباب التاني، تمام؟ فالباب التاني فيه 3 دروس، اللي هو الباب التاني ده اللي هو بنية الذرة، تمام؟ فيلا بينا بقى نشوفه واوريهولكم واقول لكم ايه الدروس اللي انا مش عارفه فيها اي حاجه وكده يعني. الباب التاني يا جماعه في الكيمياء من اول الدرس بتاع بور وتومسون والكلام ده، لو انتوا عارفينه يعني او انتوا بدأتوا فيه، فهو ده، تمام. كمان يعني الدرس ده هو انا مش مظبطه فيه قوي الصراحه، في حاجات كتير واقعه مني جدا، هو والدرس اللي بعده كمان. فالباب التاني ده يعني محتاج شغل شويه. وفي كمان الدرس اللي هو اسس النظريه الذريه الحديثه ده يا جماعه، بتاع اللي هو ايه، عدد الكم الرئيسي، عدد الكم الثانوي، والمغازلي والمغناطيسي. ده الدروس طبعا اللي في الباب التاني وكده. طبعا ده كله بقى تدريبات على الباب التاني، وده خلاص هما درسين، طلعوا درسين يا جماعة في الباب التاني، فمحتاجة ان انا اذاكر درسين. طبعا هكتب الحاجة اللي عليا هنا، دي كنت انا مجهزاها معاكم امبارح، اللي كنت كاتبة فيها التودو ليست، تمام؟ هنقلب الصفحة كده او في نفس الصفحة، هنعمل بالمسطرة بقى، تمام. دي طريقتي في ان انا اذاكر للامتحانات وكده، وان شاء الله نجيب درجة كويسة في الامتحان ده يا جماعة. اوكي، وعايزه كمان ان انا الم معاكم تاريخ، لان التاريخ انا مش مظبطه فيه خالص، واحنا خلصنا المنهج يا جماعه. بجد هو اصلا منهج مش كبير قوي، هو 8 دروس بس، فاحنا خلصنا المنهج. فدلوقتي بقى هنعمل التودو ليست بتاعه الامتحان الشامل بتاع الكيمياء، تمام. فدلوقتي بقى هنكتب الباب تاني. الباب التاني طبعا زي ما انا قلت لكم فيه درسين، الدرس الاول انا مظبطه فيه حاجات وحاجات لا، ده الدرس الاول. الدرس التاني بقى يا جماعه بصوا بيلخبطني جدا 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 فوق ما تتخيلوا، كمان مش بعرف احل فيه، انا مش عارفه ليه بجد، ملخبطه فيه حاجات كتير قوي. فيلا بينا بقى ايه، عملت التودو ليست اهو. كتبت الدرس الاول والدرس التاني، وهنبتدي دلوقتي بالدرس. الصراحه انا عايزه ابتدي بالدرس التاني، ولكن ممكن علشان الدرس التاني تقيل وكده اسيبه كمان شوية عم اخلص الدرس الاولاني، لان الدرس الاولاني يعتبر انا حالة فيه حاجات وانا مش فاكراها اصلا كانت بتتحل ازاي كده يعني. فحاول ان انا انقذ الدرس ده علشان هو بيغرق مني حرفيا. فيلا بينا بقى نبدأ. تعالوا بالمرة اقول لكم طريقة مذاكرتي للامتحان. اول حاجة بعد ما نكتب التودو ليست وعرفت الدروس اللي عندي، بجيب النوت بوك بتاعتي وهجيب الكتاب بتاعي، وهبتدي ان انا اشغل يوتيوب، او هشغل مدرس يعني بيشرح الباب الاول، الدرس الاول والدرس التاني. وبعدين هركز معاه بقى اي ملاحظات او اي حاجة بكتبها في النوت بوك، وبعدين بذاكر الدرس وهحل عليه. دي طريقتي في المذاكرة بتاعة الكيمياء، ويعني بعمل كده في معظم المواد دي يعني. فالمهم تعالوا بقى نبدأ دلوقتي. طبعا انا هفصل الفيديو علشان انا هشوف المدرس، تمام؟ وهبقى اصوره بقى وانا بحل وكده والكلام ده، وهبقى اقول لكم برضو انا بعمل ايه لما اجي اصور. يلا بينا بقى نبدأ. دلوقتي بقى يا جماعة، بعد ما سمعت شرح الدرس بتاعي أو الجزء اللي أنا ذاكرته يعني، بذاكره كويس من الكتاب وبسمع شرحه من اليوتيوب، وبلخصه هنا بقى في الكشكول اللي معايا ده، وأنا وريت لكم شكله. دلوقتي يا جماعة أنا هعمل شوية حاجات كده في التودو ليست. بصوا الدرس الأول اللي أنا ذاكرته، هو أنا ما ذاكرتهوش كله لأن المدرس اللي أنا اتفرجت عليه على اليوتيوب قاسم الدرس لجزئين، فاهمين حاجة؟ فالدرس الأول ده أنا دلوقتي هطلع منه سهمين كده، وهكتب الجزء الأول، والسهم التاني الجزء التاني، تمام. أنا أصلا ذاكرت الجزء الأول فهعمل عليه صح،
لاني انا ذاكرته. فاضل بس ان انا هلخصه في الكشكول زي ما كنت بلخص رذر نموذج ذرة تومسون. فما دخلكوش انتوا بقى، عشان لو حد مثلا مش في سني وكده ممكن ما يفهمش ان انا بتكلم فيه. لو حد في سني يعني هيعرف تومسون ورذرفورد، فانا لخصت تومسون لسه رذرفورد. هعمل على الجزء الاول صح عشان احس ان انا انجزت حاجه وكده يعني، فاهمين؟ فدلوقتي بقى هلخص الجزء التاني بتاع رذرفورد. مش مهم الاسماء يا جماعه. فدلوقتي بقى انا هلخصه. هنا بقى يا جماعة نكمل تلخيص. أنا أصلًا ما صوّرتش يعني إيه الفيديو كامل، اللي هو إيه مثلًا هافهّمكم دلوقتي. أنا خلّصت شرح الدرس كامل وحلّيت عليه وخلّصته الحمد لله، بس بقى ما عملتش قدّامكم أو ما صوّرتش المشهد اللي أنا باعمل صح. يعني عند الدرس الأول اللي أنا خلّصته وكده، بس أنا عامةً خلّصت شرحه وخلّصت حَلّه وخلّصت مذاكرته. بس في حاجات ما لخّصتهاش الصراحة. أنا لخّصت الحاجات اللي هي يعني ممكن أتلخبط فيها. لخّصت كده شوية حاجات في الأول، ولكن بعد كده ما لخّصتش حاجة. طبعًا يا جماعة هنا خلّصت الدرس خلاص مذاكرة وتلخيص الحمد لله وحلّيت وعملت كل حاجة. طبعًا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو انتم أول مرّة تشوفوني، وسلام.